السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هانتر من قناة هانتر 53. شلونكم شباب؟ شخباركم؟ شلونكم الامتحانات؟ ان شاء الله تكونون بخير وان شاء الله تنجحون وربي يوفقكم ان شاء الله بكل كلمة تكتبوها بكل حرف. وان شاء الله اليوم جبت لكم فيديو جديد عن كيف راح تجمع فلوس بلعبة GTA 5 اونلاين او جراند 5 اونلاين، وهي تقدر تجمع $1,000,000 بساعتين وربع بالضبط. طبعا هاي الطريقة جربتها اكثر من مرة وجمعت اكثر، وتقريبا انا جمعتها بساعتين لان ظليت العب وتعودت على المهمات، وان شاء الله الشرح راح يكون بالفيديو. وقبل ما ابدي بالفيديو احب اشكر كل المشتركين 100 دعموني وصلوني لاكثر من 100 مشترك، فلذلك اللي ما مشترك خلي يشترك وخلي يحط لايك من هسه ويحط يشترك لي بقناتي اكيد، وان شاء الله تدعموني وشكرا. وراح ابدي بالفيديو، والاول شيء راح نسويه هو import export للسيارات او special cargo special vehicle عفوا. وراح نشوف اذا ورا ما تصير CEO وتشتري المخزن والجراج مع السيارات راح تطب على هنا وتصير CEO. اول شيء تطب على المخزن مالتك وتطلب سيارة، راح حاول تلقاها توب رينجت وتروح تجيبها السيارة من مكان راح يعطيك اياها. طبعا انا قطع الفيديو احب اوصل اريد ما اطول عليكم الفيديو، اعطيكم الملخص مال الفيديو. من هنا راح تجيب السيارة، حاول تقتلهم واحد واحد تبتعد عن السيارة لان الطلقة الوحدة راح تكلفك هواية، خاصة بالتوب رينجت، لان طلقة واحدة راح احتمال تكلفك 10 اوراق يعني $1,000. ما ادري شلون هاي يتخيلوها، ما ادري الطلقة راح تكلف $1,000 ماكو اشكال، بس حاول انت تبتعد عن السيارة وتقتل كل من الموجودين دار مدار السيارة. مثل ما تشوفون راح نروح ونصعد السيارة ونشوفها. شوف مثل ما تشوفون $0 لان انت راح تروح وتوديها للجراج، راح عندك الميكانيك راح يصلحها بفلوس. وهنا مثل ورا ما وصلتها تجي تدخل للمكتب وتروح على سيارات التوب رينجد وتروح تسوي لها اكسبورت. من تسوي لها اكسبورت راح تسوي برايفت ولا شوروم، تروح على سبيشال ديلر. يعني سبيشال ديلر يعني او مشتري مميز او مشتري خاص، حتى يعطيك 80,000 بالتوصيلة. طبعا راح يعطيك شوية تعديلات تقدر تعدلها على راحتك، بس حاول تعدلها على السريع لان انت مستعجل وتريد تجيب فلوس من وقت. فلذلك راح نطلع منها نكون وصلها للمكان المطلوب، وحاول تتجنب اللي راح يجوك. حاول تضبط السيارة على صفحة، استنظر شوية راح يجون. اذا جوك ورا 10 ثواني فد 20 ثانية اذا جوك حاول تقتلهم وانت مبتعد عن السيارة حتى لا تضرر السيارة، لان راح توصلها وهم يقطع منك. مثل ما تشوفون منا صرفت اقل من $2، وصلت السيارة سالمة غالمة وراح يعطيني $98,000. طبعا $98,000 ناقصة $20 $20,000 يعني انت راح تعدلها $20,000. ورا ما كملتها راح شو تسوي؟ قبل ورا ما تكملها راح تلعب هيد هانتر. وراها تلعب هيد هانتر لان ما تقدر ترجع وتبيع سيارات اكثر او تجيب سيارات اكثر لان راح يعطيك وقت محدد لذلك. فتلعب الهيد هانتر، وكلكم تعرفون الهيد هانتر راح يعطيك تقريبا كل مهمة راح تسويها تقريبا 23,000 الى 25,000 حسب الوقت اللي انت تكمل المهمة. كل ما كان الوقت من وقت كل ما اقل، فلذلك يحطيك $21,000 اكيد. والهيد هانتر طبعا كل سهل، اني قمت اكمل المهمة باقل من 4 دقائق، فلذلك من تتعود راح تصير عليك كل سهلة، وافضل تلعبها بالبازر. وهنا راح نرجع ونطب ونروح على سبيشال كارغو ونطب على المخزن ونملي المخزن مالتنا. حاول ناخذ الكرتونات او الكراتين، تحاول تاخذ كرتون ب2000 والكرتونين ب8000، 3 كرتونات ب18,000. فلذلك انت اذا كان عندك اصدقاء اخذ 18,000، حاول توصلها باسرع وقت او تمليهن باسرع وقت. فلذلك انا اخذت ال3 كراتين وراح اطلع بالطيارة هي اللي هي بازارد اتاك تشوبر. طبعا اقدر اجيبها بفري، بس منها راح اطلع لها على السريع لما تصير CEO
راح يعطيك اياها بفري ورا ما تشتريها، يعني تقدر تجيبها بفري. فلذلك راح تاخذ الكراتين وراح تجمعهن كلهن وتوصلهن للمخزن. من توصلهن للمخزن حاول كلهن توصلهن، وحاول تلعبها على السريع، لان انت تريد تختصر الوقت حتى تقدر تجمع $1,000,000 بأقل وقت. مو شرط انت تلعب ساعة، ساعتين ونص، او ساعتين وربع، او ساعتين ضبط. العب فد ساعة باليوم، ساعة او ساعة ونص تقدر تلعب، مو شرط تلعبها كلها سوا. فلذلك انا حطيك الطريقة وانت بكيفك راح شلون تراهمها. فلذلك ورا ما وصلتها راح العب سايد سير. سايد سير هم مهمة، راح يعطيك 3 ألغاز سهلة وبسيطة، وتروح تشيل 3 جنط من هناك، تروح تشيل 3 جنط وراها راح تحصل فد من $21,000 إلى $24,000 أو $25,000 كذلك حسب الوقت. ومرة اللوخ راح أرجع أروح للمخزن أو للجراج، واروح شو اسوي؟ اروح اخذ سيارة لوخ من توب رينجد واعدلها وراح اوصلها، هم راح يعطيني $80,000. فلذلك انت تبقى تستمر بهذا الوضع، يعني تسوي اول مرة توصل السيارة تجيبها وتروح تبيعها، وراها تلعب هيد هانتر، وراها تلعب تجيب كراتين حتى تملي المخزن مالتك، ووراها ورا ما لعبت حطيت كم كرتون بالمخزن ما راح تقدر تلعبها وراها قبل. فلذلك انصحك تلعب سايد سير ووراها توصل سيارة. ومن وصلت سيارة هنا همين راح شو تسوي؟ الما تلعبها، الما شو تسوي؟ الما يمتلي عندك المخزن، ومن يمتلي عندك المخزن راح تصير 16 كرتونة حسب المخزن اللي انت راح تشتريه. فلذلك انصحك تملي المخزن كله مثل ما اشوف هسه مليت المخزن كله. راح اروح على الحاسبة او الكمبيوتر، راح ابيع الجمل بما حمل، يعني ابيع الكراتين كلها راح ابيعها $300,000. يعني انت مجمع على الكرتونة $2,000، يعني 16 كرتونة في $2,000 $32,000، وانت راح تحصلها قول $50,000، يعني راح تحصل الصافي من هاي الكراتين $250,000. راح تروح للمطار، اكيد توصل المطار وتوصل اول طيارة اللي بيها 10 كراتين، راح توصلها للاماكن. حاول توصلها على السريع، وحاول اللعبة كلها تطب بستيشن فارغ. طبعا انا ما راح اعرف اقول لك شلون تطب ستيشن فارغ، بس حاول تطب ستيشن فارغ او تطب ستيشن ويا صديقك. شوف صديقك يلعب، سأله انه الستيشن مالته مليان او فارغ. حاول تلعب ويا اصدقائك، لان كل ما لعبت ويا اصدقائك راح تحصل اكثر وتجمع اكثر. مثل ما اشوف اني وصلت الطيارة الاولى، راح انزل واروح على الطيارة الثانية حتى اوصل الكراتين اللوخ حتى اقدر اوصلها ويعطيني $300,000. طبعا اذا كان الستيشن بي اكثر من واحد راح يعطيك اكثر من $300,000، راح يعطيك ريوارد او يعطيك جائزة على انه ستيشن انت مليان وقدرت توصل الكراتين كلها. فانت لا تسوي هاي اللعبة وخليك بعيد عن هاي السوالف، وراح تقدر يعطيك $300,000. مثل ما تشوفون حصلت $300,000. حاول تلعبها بستيشن فارغ، اكو اكثر من طريقة تسويها بستيشن فارغ. مثل ما شفتوا هذا الفيديو التوضيحي تقدر تجمع $1,000,000 بساعتين وربع، او كل ما سويتها على السريع بساعتين ونص او ساعتين. انا اقدر اسويها بساعتين، فذلك يعتمد على اجتهادك والسرعة لعب على السرعة باللعبة. وبنهاية الفيديو اتمنى انكم استفادتوا، واذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى تجيكم الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.